السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وكويسين. يوم الكابوريا بقى ايه الجميل ده. النهارده في رمضان هنفطر كابوريا ورز ايه من هو الصيادية مع شوية بطاطس كده. ايه ده غدانا النهارده. قبل ما نبدأ هنصلي على النبي طبعا زي ما معتادين عليه الصلاة والسلام، وندوس لايك ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي اشعار انا منزله على القناة. جبنا بقى شوية كابوريا كده ايه من الحلوين دول، صاحية خلي بالك، شايفينها صاحية ازاي. وايه قلت بقى نجيب شوية كابوريا كده حيين كده مبطرخين، فيها انتيات وفيها ذكرة ونسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشتغل فيها. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص رمضان بيروح، النهارده 21 رمضان. النهارده ليلة وترية، كانت امبارح يعني كانت ليلة وترية. استغفر يا يوسف. النهارده 31. لا رمضان. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وخلاص ايام الجميلة كلها بتروح مننا، وايه لازم بقى نختمها بقى في الايام الاخيرة بتاعت رمضان دي ايه بالقرآن والصلاة والصوم. ربنا يتقبل مننا يا رب صالح الاعمال منا ومنكم. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. نمسك بقى الكابوريا دي بننضفها تنظيفة كويسة. انا فاتحة عليها المية، كانوا العيال بيلعبوا بيها، كانوا عايزينها صحية، كانوا بيلعبوا بيها ايه ويخبطوها يمين وشمال وعايزينها صحي. انا بقى هنجز بقى ايه وقتي عشان خاطر ايه الحق انضفها عشان المغرب قرب يقدم. انتوا عارفين طبعا الكابوريا متاخدش وقت خالص. شوية الرز اللي عملتهم، شوية البطاطس، وعلينا بتنجان وعملنا مسقعة وظبطنا الدنيا، ودي شوية الكابوريا. نغسلهم بقى غسلة كويسة كده بقى ايه عشان نلحق ننجز وقتنا، ونعملها بقى الخلطة الحلوة بتاعتنا ونظبطها بقى تظبيطها كويسة ومبطرخة وجميلة. شايفين بقى اسمها ايه ربي، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اسمها كابوريا الصخرية، دي مش بتستخبى تحت الصخور. اسمها كابوريا ايه الصخرية، جميلة وطعمها جميل ومليانة، ومش بالتخن والرافع لا. انا رصها طبعا في الصينية كده. انا عديتها شوية كده ايه في الصينية على البوتاجاز، مش هحطها في حلة زي ما بنعملها كل مرة بمية كده وملح وخلاص، لا انا هحطها في الصينية واظبط لها خلطة حلوة كده ايه عشان تتظبط معانا كده على البوتاجاز وتاخد معاها طعم حلو وايه وتشكيلة احلى. يعني نشكل بقى ايه طماطم وبصل وفلفل، نحطهم دول بقى ايه من الجناب كده عشان يدينا طعيمة حلوة للكابوريا. رمضان بقى وطبيخ بقى وزروطة، مش عايزين ايه في اخر رمضان ده. الناس طبعا ملهية في الكحك والبسكوت، اللي بيعمل في بيته بيعمل واللي بيشتري من بره جاهز بيشتري. لكن ايه موضوع العيد بقى ايه ربنا يكفينا الشر، اسعار خيالية، اسعار خيالية يعني مش عارفة واحد يعمل ايه، بس الحمد لله الدنيا ماشية. نحط مية على الكابوريا دي، حطينا طماطم وبصل وفلفل وشوية ملح وشوية شطة وشوية كمون. نديهم بقى شوية مية صغيرين وهغطي عليها واسيبها تتظبط بقى ايه متاخدش دقيقتين معاكي. اول ما تغير لونها كده، شايفين الجمال، شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده. خلاص خلصت. انا بس هوطي النار عليها لحد المغرب يقدم عشان ايه تتاكل سخنه. رز بالصياديه موجود متظبط، وشويه البطاطس وشويه بتنجان عملتهم مسقعه وقطعت لهم طماطميه ظبطتهم بتومه على النار وعملت لها ايه تسبيكه المسقعه. وكده خلصنا، وكان فيديو بسيط.